بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأكملان الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه ومحبيه. أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم جميعا، كلوا آمين. فكرت في مرة إن أنت ممكن يكون المصيبة اللي عندك أو المشكلة اللي عندك أو الألم اللي عندك أو الهم اللي عندك بسبب إن حضرتك بتحسد نفسك وإنت مش داري؟ واحد يقول لي يا عم الشيخ، هو ممكن حد يحسد نفسه؟ أيوه، ممكن حد يحسد نفسه. وإحنا مشكلتنا وإحنا منشغلين بعالم الجن بننسى خالص الحسد، مع إن الحسد أقوى من السحر في بعض الأحيان، ومع إن الحسد يؤدي إلى الموت في بعض الأحيان، ومع ان الحسد يؤدي الى القبر في كثير من الاحيان. وخلي بالك لو حضرتك قريت سورة الكهف تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن واحد حسد نفسه وهو مش داري. خلي بالك، فعشان كده صاحبه حب ينبهه، قال ايه؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أنا عايز أقول لك إن أول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها على ظهر الأرض كانت الحسد. أيوة، إبليس حسد آدم على نعم الله له، ولذا فالحسد رأس كل الخطايا، رأس كل الشرور، مفتاح كل الآثام. إبليس لما حسد آدم استكبر على أمر الله فأبى أن يسجد لآدم. رحم الله من قال كل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى بما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. طيب هحكي لك على موقف كده، على فكرة من الصحابة. كان سيدنا سهل بن حنيف رضوان الله عليه وارضاه خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سهل كان ابيض وحلو وجميل قوي كده، زي ما احنا بنقول كده تحب تصله. وكان في صحابي اسمه سيدنا عمرو بن ربيعه. المهم سيدنا سهل بن حنيف وقف يغتسل او يستحم، وما كانتش لسه الحمامات في البيوت زي النهارده. فسيدنا عمرو بن ربيعه معدي فشافه فاعجب بجسمه قوي، أعجب بجماله وببياضه، فنسي إن هو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنما تغزل في بياض جسده وفي جماله. فجأة سيدنا سهل بن حنيف بقى في الأرض، فجريوا الصحابة: الحق يا رسول الله، سهل بيموت. قال لهم: ايه اللي حصل؟ تتهمون مين؟ قال لهم: نتهم عمرو بن ربيعه. فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: على ما يقتل احدكم اخاه؟ يا الله، انتوا بتقتلوا بعضيكم وانتم مش دارين. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا عمرو بن ربيعه بان هو يجيب ميه ويتوضا منها، وبعدين اغتسل بها سيدنا سهل بن حنيف فقام وكأن شيئا لم يمسه. علشان كده انا هقول لك باختصار علاج الحسد ايه. علاج الحسد: كل يوم الصبح اجمع ايدك على بقك، وبعدين اقرا الفاتحه، واقرا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وقول اللهم احفظني من اعين الناظرين وقلوب الحاسدين كما حفظت الروح في الجسد، انك على كل شيء قدير. بسم الله ارقيك من شر كل ما يؤذيك، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. اللهم احفظني من اعين الناظرين وقلوب الحاسدين كما حفظت الروح في الجسد، انك على كل شيء قدير. اللهم احفظني من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. وبعدين انفخ 3 مرات في ايدك، وبعدين امسح على نفسك وامسح على مراتك وامسح على اولادك، وثق ان ما فيش حاجه تصيبك بامر الله سبحانه وتعالى. طب لو فلان بقى اصابني يا مولانا في رزقي او في بيتي او في حياتي، اعمل ايه؟ نجيب فلان ده بصنعه لطافه ونقدم له كوبايه الميه مع الحاجه الساعه، يشرب من كوبايه الميه، ناخد فضله ماء دي ونغتسل بيها بعد ما نقرا الرقيه الشرعيه عليها، وبكده ان شاء رب العالمين تخف. لو انت اصبت في مالك، لو انت اصبت في ابنك، لو انت اصبت في زوجتك، لو انت اصبت في بيتك، لو انت اصبت في صحتك، يا رب يحفظنا من اعين الناظرين وقلوب الحاسدين كما حفظ الروح بالجسد، انه على كل شيء قدير. يلا نقول شعارنا: بالحب يمضي بنا اللقاء، وبالامل والتفاؤل نعيش في الحياه. فتفاءلوا ولا تحزنوا فان لكم رب رحيم. فما ظنكم برب العالمين؟ وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.